لو جربتوا مرة واحدة بس تعملوا كبدة الدجاج بهالطريقة بوعدك تنسيكي أي طريقة تانية انتو جربتوها. شوية إضافات يا جماعة بشهوا. فلايك وشير أحبائي. قبل ما نبدأ بكون كتير ممنونة لإلكم. ننزل على التعليقات ونصلي على الرسول ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية رفعت المقلاة على الغاز وضفت 3-4 معالق من الزيت النباتي أو الزيتون لو بتحبوا. بالنسبة للخضرة كلها مفرومة عندي فرمة خشنة. ضفت حبة من البصل. بعد ما تقلبت معي البصلة وما أخذت لون أبدا بضيف شوي من الفلفلة الملونة. بعد ما قلبت الفلفل شوي ضفت شوي من الفطر الفريش، أكيد بتقدري تستبدليه بالمعلب أو تستغني عنه تماما. قلبتهم شوي سوا. بعد هيك ضفت أول شي القلوبات أو إذا مستخدمين القوانص في البداية بتقلبوهم لحالهم بعدين بتنزلوا الكبدة. معروف القلوبات والقوانص بياخدوا شوية وقت. أنا بالنسبة لي مش كتير بحب القوانص، خبروني أنتوا بتحبوهم أو لا. بعد ما استوت معي الخضرة والقلوب نص السوا رح أضيف كمية الكبدة. بالنسبة للكبدة وأكتر سؤال بنسأله ليش دايما الكبدة بتطلع معانا ناشفة صبايا، لازم التقطيعة تكون شوي يعني كبيرة، ما تخلوها كتير صغيرة بتنشف معاكم. وكمان الكبدة ما بتتستوى كتير، إذا ستويتوها كتير بتنشف. ضفت ملح وفلفل أسود حسب الرغبة وبضيف معلقة صغيرة من الفلفل الحلو. بشوح كل هالمكونات على حرارة متوسطة، ما تخلوا الكبدة تنشف معاكم على الآخر، عن جد بتطلع أبدا مو طيبة. كمية الزيت لو كترتوها بتطلع كتير أطيب، خصوصي إذا كنتم مستخدمين زيت الزيتون. شوفوا لي بس هالمنظر وشوفوا أنا ما بنشفها أبدا، صدقوني بتطلع كتير طيبة. وهلأ لو وصلتوا معي لهون اكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك، خبروني حجربوها أو لا.